سمعت عن أنطوانية؟ تخيل إن في مرض قاتل ينتشر لمدة 19 سنة، فيضانات ومجاعات وقتل أرواح ملايين. تخيل بقى إن كان في واحد عايش في الزمن ده، في زمن أصعب من الزمن بتاعنا بمراحل، ومع ذلك كان معروف عنه إنه صاحب واحد من أهدى العقول في التاريخ. الراجل ده كان إمبراطور روماني اسمه ماركوس أوريوليوس، وده كان حاكم أكبر إمبراطورية رومانية حوالي في القرن الثاني الميلادي. الفترة دي كانت جحيم حقيقي. طاعون قاتل اسمه أنطوانية خلص على أرواح ملايين من البشر، حصل بسبب حروب وبهدله بسبب المجاعات. تخيل بقى في نص ده كله الراجل ده كان بيكتب يومياته لنفسه في وسط الخيمه في ساحه المعركه، عشان يفصل ويفكر نفسه دايما ازاي يبقى هادي ومتماسك. لو الراجل ده قدر يحل مشاكل في وسط خيمته في نص الحرب دي، يبقى احنا عندنا مشكله كبيره قوي، لان احنا بنحل مشاكلنا في التكييف وعلى السوشيال ميديا. انا عمرو شريف، ودي حلقه جديده من برنامج ملخصاتي، هنتكلم فيها عن طريقه تفكير جديده شويه ان شاء الله هتعجبك. جهز قهوتك ويلا بينا. مشكلتنا الحقيقيه مش في المشاكل اللي حوالينا، مشكلتنا دايما بيكون في رد فعلنا على المشاكل دي. عايز اتخيل معايا كده، ماركوس كان دايما بيتخيل عقله زي القلعه بسورها وبواباتها وحراسها. بره القلعه دي في مشاكل كتير قوي بتقابله، زي ما اتقابلنا النهارده، سوشيال ميديا، اخبار، اشاعات، حوارات ومشاكل كتير قوي. كل ده بالنسبه له او بالنسبه لك جيوش واقفه على باب القلعه. قال لك بقى القاعده الاولى للهدوء: انت الحارس الوحيد للبوابه دي. واحنا في الزمن ده تقريبا شلنا باب القلعه خالص. اي نوتيفيكيشن، اي خبر، اي بوست بيخش على عقلك على طول من غير اي استئذان. ماركوس كان شايف ان الاحداث الخارجيه ملهاش اي سلطه عليك، ولا من حقها انها تزعجك. اللي عنده السلطه الحقيقيه هو انت وطريقه تفكيرك. حد كتب لك مثلا تعليق سخيف، هو مش سخيف ولا حاجه، هو مجرد حروف على شاشه، انت اللي بتاخد الكلام ده وتترجمه لاهانه عليك. عارف لما صوت نوتيفيكيشن بيجي وتحس ان انت عايز تقوم تبص عليها او بيشد جزء من انتباهك، حاول دايما تقول في سرك ان ده مجرد صوت، مش هديله اي اهتمام وهركز معاه، مش من حقه يخش لي ويحكم عليا الا لو انا سمحت. بص، انا عايزك تتخيل معايا، لان انا بحاول ابسط لك الموضوع قوي. انت حتى لو حميت بوابه القلعه بتاعتك هتفضل في مشكله ثانيه جوه دماغك، مشاكلك بتبان ضخمه جدا ومرعبه. عارف مشكلتك الكبيره دي عامله زي ايه؟ تخيل معايا كده، انت معاك كاميرا شايفاك وشايفه كل مشاكلك. كل اللي هنعمله ان احنا نعمل زوم اوت بره بيتك، بره البلد بتاعتك، بره الارض خالص. ده بالظبط اللي كان بيعمله ماركوس، بيبص على حياتهم بعيد كده فيلاقي مشاكله كلها بالحجم ده. زي مثلا مشكلتك مع الشغل او الخناقه اللي حصلت او اي مشكله في حياتك، هي اصلا مشكله مش ظاهره، انت بس اللي شايفها كبيره. ماركوس لما كان يحصل له اي مشكله كان يبص لفوق ويبص للسماء ويقول ان المشاكل كلها على بعد مجرد لحظه في الكون ده. واحنا ساعات بناخد نفسنا بجديه زياده عن اللزوم. لما تلاقي نفسك عندك مشكله حاول تعمل زوم اوت زي ما قلنا وتبص للمشكله قد ايه صغيره. وخليني اقول لك ان اكبر خازوق بيسرق هدوءنا هو الزمن. يا عايشين في ندم عن امبارح يا اما خايفين من بكره. فماركوس كان بيقول لك ان الانسان بيموت حبه حبه، لان كل ثانيه بتعدي هي مش بتمشي بس، هي بتموت ومش ترجع تاني. لان احنا تقريبا عمرنا ما بنعيش في دلوقتي، عايشين دايما في فيلم قديم احنا رسمناه في دماغنا وغلط حصل، او نفكر في سيناريوهات سوداويه عن المستقبل لسه ما جاش. فخليك عارف ان طالما لسه عايش ما تخافش من بكره. كل الاوهام في دماغك دي خوفك من بكره، من المستقبل. يعني مثلا لو عندك انترفيو الاسبوع اللي جاي، وارد جدا تبقى قاعد مشغول بالتفكير دايما ومتوتر جدا، بس هتسأل نفسك سؤال: هل في خطر حقيقي بيهددني في الاسبوع اللي جاي ده او في المقابله دي؟ يبقى حق نفسك عليك انك تهدى النهارده وخلي القلق الوقت وساحل نفسك ليه، ما تسيب بكره لبكره. يعني اللي عايز اقول لك عليه من الاخر، عايزك تعيش بثلاث حاجات، لو عشت بيهم هتلاقي سلمك النفسي بقى رهيب. عقلك ده قلعه، مش اوضه وهم مخلوع، انت الوحيد المتحكم فيها، مين يخش ومين ما يخشش. مشاكلك اوقات بتكون كبيره في دماغك بس، حطها جنب حجم الكون او اعمل زوم اوت زي ما قلنا، هتكتشف انها صغيره جدا او ليها حل. والحاجه الثالثه اللي عايز اقول لك عليها ان الماضي مات والمستقبل لسه ما اتولدش. كل اللي تملكه في حياتك هو دلوقتي. واللي صدقني لو طبقت مبدا واحد بس من الثلاثه دول، نظرتك للحياه هتتغير وهتبقى اهدى كتير. وخليك عارف ان احنا دايما بنحاول نقدم طريقه بسيطه وجديده تحسن بيها طريقه حياتك ونظرتك للامور. وطبعا اتمنى اكون قدرت اوصل لك حاجه جديده تستفيد بيها وتكون حلقه عجبتك، او حابب نتكلم على ايه الحلقه اللي جايه. وتصلي على النبي. سلام.